رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، وهو الآن رئيس معهد دراسات الأمن القومي، والتوصيات اللي بيقدمها هذا الرجل للسياسات الإسرائيلية حتى عام 2020 مترجمة بحرفية شديدة وبتخصص وعلم. يعني أعتقد إن هي هتفيد جدا في عرض الحلقة النهاردة. بالإضافة لكده هيكون عندنا تقرير آخر عن إدارة إسرائيل لملفاتها الخارجية، وإن شاء الله كمان في ظل إن احنا يعني معانا ضيف كبير زي الدكتور منصور عبد الوهاب، هيكون معانا كمان مداخلة أعتقد إنها يعني لها أهمية كبيرة، ومع عالم كبير في مجال الدراسات العبرية واللغة العبرية الأستاذ الدكتور إبراهيم البحراوي. فقرة الأخبار من داخل إسرائيل هنبتدي بيها مع حضراتكم، وإن شاء الله تكون حلقة موفقة من خط أزرق. فاصل وهنرجع بفقرة الأخبار دخولا لحلقتنا النهاردة. خليكم دايما معانا في خط أزرق. خط أزرق، الخط الثاني في العلم الإسرائيلي، يرمزون به إلى نهر النيل، يطمعون في إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بدون خطوط حمراء. خط أزرق يناقش ما يدور داخل إسرائيل، حقائق، أرقام، دراسات، صراعات، مواطن القوة والضعف. خط أزرق. موقع NRG. وزارة التعليم الفلسطينية: إسرائيل تسمم عقول النشء. موقع ولاء الإخباري: الحاخام الأكبر عن العنف الجنسي ضد الأطفال، لا لدفن الرؤوس في الرمال. موقع ماكول إخباري: لن يخضع رئيس الوزراء للتحقيق في مخالفات بسيطة. موقع نيوز 1: تقليص عريض في ميزانية الحكومة بنسبة تبلغ 3%. موقع ذا ماركت: وزارة المالية ترغب في اقتصاص 100 مليون شيكل من ميزانية التعليم العالي. هآرتز: بدءا من هذا العام توصيات لجنة بيتون تدخل جوهر التعليم. موقع NRG: الشباك يوقف موظفا في الأمم المتحدة بقطاع غزة لدوره في دعم حماس. هآرتز: إسرائيل تخسر طعنا قضائيا في سويسرا وتدفع لإيران 1,000,000 شيكل. موقع جلوبس: الجنيه الاسترليني بقيمة تقترب من 5 شيكل لأول مرة منذ عام 96. موقع واينت: وزارة الدفاع في رسالة توضيح: لم نقصد مقارنة تاريخية مباشرة. إسرائيل هيوم: في استطلاع للرأي 79% من الجمهور يرون أن إسرائيل مسؤولة عن أمن يهود العالم. موقع NRG: قريبا إنشاء أول جامعة عربية في إسرائيل. تحية لكل مشاهدينا فقرة الأخبار. هنتعرض لأهم العناوين. أول عناويننا اللي شفناها كانت في موقع NRG: وزارة التعليم الفلسطينية: إسرائيل تسمم عقول النشء. والتفاصيل بتقول إن الفلسطينيون يحتجون على خطة لوزارة شؤون القدس في إطارها سيتم الدفع ب20 مليون شيكل لترميم مدرسة في شرق المدينة، شريطة أن يتم تنفيذ خطة التعليم الإسرائيلية، والفلسطينيون إن في ذلك إعلانا للحرب على الهوية الفلسطينية. موقع ولاء الإخباري: الحاخام الأكبر عن العنف الجنسي ضد الأطفال، لا لدفن الرؤوس في الرمال. في ظل الانتهاكات التي وقعت في مدرسة دينية تابعة للطائفة الحسيديم في تل أبيب، توجه الحاخام لاو إسرائيل مائير للمعلمين مطالبا إياهم بفتح عيونهم وتقديم العون في مثل هذه القضايا. ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة وبصفة رسمية يتطرق حاخام كبير لقضية يمتنع الكثيرون من القطاع الحريدي عن الكلام بخصوصها. الحريديم طبعا اللي هم المتشددين دينيا. موقع ماكول إخباري: لن يخضع رئيس الوزراء للتحقيق في مخالفات بسيطة.
تفاصيل هذا الخبر على خلفية فحص الشرطة في قضية نتنياهو. بادر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست العضو دودي أمسالم باقتراح قانون لحظر فتح ملف التحقيق الجنائي ضد رئيس الوزراء في المخالفات التي تبلغ عقوبتها السجن حتى 6 أشهر، قائلا: في دولتنا يسمح بتنفيذ تحقيقات سرية وعلنية ضد رئيس الوزراء في كل لحظة. موقع نيوز 1: تقليص عريض في ميزانية الحكومة بنسبة تبلغ 3%. نتنياهو: نحن في مأزق مع الميزانية وأتطلع أن تتجند الأحزاب للمعاونة في هذا الأمر. جاء جدال بين ممثلي المالية وبين حزب يهودات هاتورا حول قطع الاتفاقية، وائتلافي يهودات هاتورا يصرحون: لا يوجد هناك سبب لنكون غير أهل للثقة. هنروح مع حضراتكم لموقع ذا ماركر. ووزارة المالية ترغب في اقتصاص 100 مليون شقل من ميزانية التعليم العالي. الجامعات بتقول السنة الدراسية في خطر، ووزارة المالية بتعلن كذلك عن اقتطاع حوالي نصف مليار شقل من الخطة الخمسية لتحسين مستوى التعليم ودمج القطاعات الضعيفة في المؤسسات التعليمية. الخبر الثاني كان في هآرتس: وبدءا من هذا العام توصيات لجنة بيتون تدخل جوهر التعليم. وزارة التعليم تعلن عن الالتزام بتدريس تاريخ اليهود في الدول الإسلامية اعتبارا من العام القادم ضمن مادة التاريخ، اللي تشتمل مادة تاريخ اليهود الشرقيين والكثير من الأحداث التاريخية المتعلقة بهم. وزير التعليم نفتالي بنيت يقول: على مدار 68 عاما قدمنا جزءا من الرواية، مما أبقى نصف الشعب اليهودي خارج كتب التاريخ. لذلك أقمت لجنة بيتون لإصلاح هذا الظلم التاريخي وصياغة رواية إسرائيلية كاملة. موقع NRG: الشباك يوقف موظفا في الأمم المتحدة بقطاع غزة لدوره في دعم حماس. يعني الموضوع ده بيلاقي حظر في النشر في إسرائيل لأنه يتعلق بقضية أمنية متعلقة بمنظمات الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة. وناشط في الحركة الإرهابية يساعد في بناء مرسى مائي يخدم أغراض الجناح العسكري لحماس، مستغلا عمله مهندسا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومستخدما موارد البرنامج الإنمائي، في حين لم يعطي أحد الأولوية للعمل على ترميم بيوت القطاع التي دمرت في المناطق التي يسكنها نشطاء حماس. طبعا الشباك من المنظمات أو من المؤسسات الأمنية المهمة في إسرائيل. طبعا احنا عندنا في مصر معروف بالنسبة لنا جهاز المخابرات الإسرائيلية، يعني ده المعروف بالنسبة لنا الموساد بصورة أكبر. الشباك جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يعني عامل كده زي الموساد أو نفس أنشطة الأمن الخارجي لكن على القطاع الداخلي في إسرائيل. هآرتس: إسرائيل تخسر طعنا قضائيا في سويسرا وتدفع لإيران 1,000,000 شقل. التفاصيل بتقول ان شركة النفط ترانس اسياتيك اويل التابعة لإسرائيل تخسر طعنا قضائيا على قرار لجنة التحكيم في القضية التي تديرها ضد إسرائيل شركة النفط القومي الإيرانية. الخسائر تمثل حلقة إضافية في الصراع القضائي الدائر بين إيران وإسرائيل منذ 37 عاما بشأن شركة نقل وتسويق النفط المشتركة بينهما والتي عملت أبان حكم الشاه. يشار هنا إلى أن إسرائيل تفرض السرية على إجراءات التحكيم أمام إيران، ده يعني ما وراء الخبر، ولذلك رفضت التعقيب على قرار المحكمين. وسبق لإسرائيل الإعلان بعد قرارات التحكيم السابقة أنها لن تدفع المال لدولة معادية. هنروح لموقع جلوبس: والجنيه الاسترليني بقيمة تقترب من 5 شقل لأول مرة منذ عام 1996. تأثير محافظ البنك البريطاني مارك كارني بيقول ان الجنيه الاسترليني يسجل 4.96 شقل لأول مرة منذ عام 96، واضطراب في السندات المالية للحكومة البريطانية، وهبطت لمستوى تاريخي، وسعر الفائدة على الجنيه الاسترليني يخسر حوالي 2.5% أمام الدولار. محافظ البنك المركزي مارك كاريني بيقول: لدينا مزيج من العوامل تتعلق بالعرض والطلب، يعني أن توقعات النمو بنسبة 2.5% بحلول نهاية الفترة المحددة. موقع واي نت: وزارة الدفاع في رسالة توضيحية: لم نقصد مقارنة تاريخية مباشرة في أعقاب العاصفة التي حدثت حول المقارنة بين اتفاق إيران النووي مع أمريكا واتفاق ميونخ. تم الإعلان في وزارة الدفاع عن توضيح مفاده أن التصريحات لم يقصد بها عقد مقارنة مباشرة،
ولم تكن من ناحية تاريخية أو شخصية، ونحن نعرب عن أسفنا أنه تم تأويلها بصورة مختلفة. هنروح لإسرائيل هيوم واستطلاع للرأي. 79% من الجمهور يرون أن إسرائيل مسؤولة عن أمن يهود العالم. ده الخبر كما نشر في صحيفة إسرائيل هيوم. ودولة اليهود من أجل اليهود، 20% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ليست مسؤولة عن بقاء اليهود في العالم. ونصف الأشخاص الذين طرحت عليهم الأسئلة يرون أن إسرائيل مسؤولة كذلك عن استمرار الوجود اليهودي في العالم فيما يعرف بيهود الشتات. أخيرا موقع NRG، قريبا إنشاء أول جامعة عربية في إسرائيل. تم طرح مناقصة لإقامة مؤسسة عربية للتعليم العالي، هي الأولى من نوعها في إسرائيل، لتشمل جامعتان وثلاث كليات، وسوف يتم الإعلان عن الفائز في المناقصة. تم التصديق على هذا الأمر في اجتماع تم في أواخر ديسمبر 2015 العام السابق، وكانت هناك وثيقة تدعو الحكومة لإقامة مؤسسة أكاديمية عربية في شمال إسرائيل لتصبح أول جامعة عربية ووضع الشروط الخاصة بها. وتقدم المناقصة من كلية سخنين، كلية باقة الغربية، وكلية جامعة حيفا، وجامعة بار إيلان. دي التفاصيل بتاعت آخر الأخبار اللي كانت معانا. بانتهاء الأخبار هنروح مع حضراتكم لفاصل. الفاصل ده هنشوف فيه التقرير يعني هنطلع فيه على تفاصيل أكتر على جدار الفصل العنصري اللي إسرائيل أقامته كأحد الحلول للمشكلة الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية، دخولا لموضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة المتعلق بالسياسات الإسرائيلية واستراتيجية إسرائيل للتفكير. وزي ما قلت لحضراتكم الاستراتيجيات الإسرائيلية بتكون بعيدة المدى. هنشوف تفاصيل أكتر ونتعرف على هذا الموضوع من خلال حلقتنا النهاردة. وضيفنا في الفقرة الرئيسية أستاذ الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات العبرية في كلية الألسن جامعة عين شمس. بعد فشل الكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة الفلسطينية المشروعة، واصلت حكومة الاحتلال سياساتها العنصرية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ببناء جدار الفصل العنصري تحت ذريعة الدفاع عن إسرائيل، والذي بدأ تشييده في عهد حكومة شارون بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2002، متحديا بذلك الشرائع والقوانين الدولية التي أقرت بعدم شرعية بناء هذا الجدار العنصري. وأعلنت حكومة الاحتلال أن الهدف من بناء هذا الجدار هو مواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية، غير أن الهدف الرئيسي هو تغيير معالم فلسطين، ومن أهم أهدافه أيضاً السيطرة على المخزون الجوفي للمياه في الضفة الغربية، وحصار العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي الزراعية وتجريفها، بالإضافة إلى مواجهة الخطر الديموغرافي العربي عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين الذين سلبت أراضيهم، مما تسبب في طرد وتشريد العديد من الأسر الفلسطينية وزيادة معاناتهم عبر الحواجز التي فصلت بين العائلات الفلسطينية ومزقت الروابط الاجتماعية. وتعد حياة اليهود خلف جدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة امتدادا لحياتهم في الجيتو الذي عاش اليهود فيه منعزلين عن الشعوب الأوروبية. فهذه العقلية العنصرية والشخصية العدوانية التي عاشت في حارات معزولة وتعودت على الانغلاق خلف الجدران هي من وجدت في بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية حلا لمشاكلها. أهلا بكل مشاهدينا. رجعنا لحضراتكم بعد متابعة هذا التقرير، وبيشرفنا أن يصحبنا في هذه الحلقة
عالم كبير وأستاذ له حجمه ووزنه في الدراسات العبرية، هو الأستاذ الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات العبرية في كلية الألسن جامعة عين شمس، وبيواصل معانا للحلقة الثانية على التوالي، وبنشكر سيادته جدا على وقته وعلى يعني تلبيته للدعوة اللي جات لنا يعني مطالب كتيرة بعد الحلقة اللي فاتت لاستكمال القضية اللي فتحناها في الحلقة السابقة والمتعلقة بالتفكير الاستراتيجي الإسرائيلي في الموضوعات المتعلقة ببقائهم ومحاولة هز أو الوصول لإضعاف القوى المحيطة اللي هي بتسمى دول الجوار الإسرائيلي. فبالطبع المحاور لم تنتهي الحلقة السابقة فرأينا استكمالها، ودكتور منصور استجاب لينا. وربما من أهم الإضافات في حلقتنا النهاردة التطور في الصراع العربي الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. بنرحب بسيادتك يا دكتور، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك والفريق الإعداد، وأتمنى ما أكونش ضيف ثقيل على السادة المشاهدين. بالعكس، بشكركم جدا. شكرا جزيلا يا دكتور. احنا شفنا الحقيقة التقرير عن الجدار العازل، وده هيوصلنا لمسارات القضية الفلسطينية المختلفة بين المقاومة والتفاوض، ويعني سياسات يعني عايزين نقارن بينها. من الناحية الإسرائيلية سياستهم إيه؟ حل الدولة وحل الدولتين. ومن الناحية الفلسطينية إحنا بنقول التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي. طب ماذا عن التفكير الاستراتيجي العربي والتفكير الاستراتيجي الفلسطيني مع القيادة، سواء من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات أو الرئيس الحالي أبو مازن؟ فهنا إحنا أمام لب الصراع العربي الإسرائيلي هو القضية الفلسطينية. يعني طبعا بداية أشكرك أن أنت قلت جدار العزل أو الجدار العازل وليس جدار الفصل. صحيح. لأنه الهدف من هذا الجدار ليس مجرد الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه لعزل الفلسطينيين في كانتونات منعزلة عن العالم. من ناحية أخرى هذا الجدار يمثل ما هو قابع في النفس الإسرائيلية على مدار عصور طويلة، من هؤلاء ليس لديهم القدرة على الاندماج مع المحيط. يمكن كان سر رفض العالم ليهم بعد ما كانوا في كل أنحاء العالم تقريبا. لماذا نشأت الصهيونية ولماذا تم التركيز على فلسطين؟ لتجميع اليهود وجعل فلسطين بين قوسين وطن قومي لهم في هذا المكان، لأنهم ليس لديهم القدرة على الاندماج مع المحيط. فبالتالي هذا الجدار ليس مجرد جدار بيعزل إسرائيل عن الفلسطينيين، لكنه جدار فكري وروحي يمنع هذا الاندماج. لأن فكرة الاندماج تدمر الشخصية الإسرائيلية والعقل الإسرائيلي. من البداية ومن بداية الصراع ويمكن ما قبل وصول هجرات الصهيونية إلى فلسطين، كانت المشكلة الأساسية بين الجماعات اليهودية وليس الشعب اليهودي. لأن اليهود ناس قوم يؤمنون بديانة وكانوا يقيمون في مختلف أنحاء العالم. في كل مكان كانوا يقيموا فيه كانوا يحملوا ثقافته ولغته وحضارته وكل ما إلى ذلك، علاوة على خصوصية دينية باعتبارهم يهود زي أي مسلم موزمبيقي أو إنجليزي أو أمريكي أو يوناني أو ياباني. فبالتالي ده بيعبر عن حالة من الانغلاق وعدم القدرة على الاندماج. أحب أرجع بس لنقطة كنت بدأتها بداية الحلقة اللي فاتت. الثلاث محاور الأساسية اللي قام عليها هذا المجتمع أو الفكرة الصهيونية كانت شعب الله المختار، معاداة السامية، فلسطين وطن قومي لليهود. شعب الله المختار يعني أنا متميز عن باقي البشر. هؤلاء البشر ما هو دوني هو لا يرقى لمستوى البشر، فبالتالي أنا بتعامل معاه من منطلقات كما أتعامل مع حيوان أو جماد. وده يتضح لينا بقى لو ربطنا ده بالحديث والمعاصر بالسلوك الجندي الإسرائيلي أو الضابط الإسرائيلي مع الفلسطينيين في المعابر والحواجز بشكل يومي. معاداة السامية نحن مكروهين من كل المحيطين بنا باعتبارنا ناس متميزين، مفيش حد زينا، فاحنا
كل اللي حوالينا بيكرهونا، وبصفه خاصه بقى هذه المنطقه. فلو ربطنا القديم دوت بالحديث هنلاقي ان اسرائيل بتقنع الراي العام العالمي على مستوى الميديا، على مستوى المؤتمرات، على مستوى الحوارات، انهم موجودون في محيط عدائي، ليس لان اسرائيل بتحتل الارض، لكن هو يكره اسرائيل لكونها ساميه، مع ان مفهوم الساميه نحن ايضا ساميون. طبعا. فلسطين لانه في وعد الهي، واذا كان الوعد الالهي لابراهيم عليه السلام، طب ما نحن ابناء ابراهيم. نعم. يعني ابراهيم جدنا احنا. نعم. زي ما هو جدكم وهو جدنا. في النهايه الخريطه ديت بترسم لينا. طيب الاساس كان ايه؟ ولو ربطت كل حاجه من دول هتلاقي الحديث بيعمل الثلاث اعمده اللي حضرتك بنيت عليها، يعني انا اعتقد ان ده الاساس في التفكير او الفكر الاسرائيلي. اتفضل يا دكتور. في بس عمود رابع كمان، اتفضل. وهو مفهوم المنفى والشتات. ايوه طبعا. ان هم كانوا يهود مقيمين دي ارضهم. نعم. وانه تم نفيهم. فبالتالي من نفي من مكان من وطنه يجب ان يعود اليه، ويجب ان يساعدوا العالم للعوده اليه. نعم. ترسيخ هذا المفهوم برضو المحور الرابع. طيب يبقى الاربع، يعني احنا قلنا 3، حضرتك اضفت المحور الرابع اللي هو الاربع اعمده دول. ازاي انطلق منهم التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي، وازاي نقدر ان احنا نحلل ونفهم القرارات الاسرائيليه والاتجاهات الاسرائيليه في الماضي، عشان نقدر كمان نستقرئ منها القادم؟ هو طبعا قديما قدر، بما انه اليهود كانوا يمثلوا جماعه قد فقدت قيمتها الوظيفيه في كل المجتمعات الاوروبيه والغربيه وحتى الشرقيه كمان، فبالتالي حصل نوع من الطرد اللي سمي بعد ذلك ان ده معاداه ليهم لكونهم يهود. تمام. فبالتالي هو بيقيم في هذه المنطقه على اساس انه العالم كله كاره ليه، وانه ده الوطن الوحيد او المكان الوحيد الذي من الممكن ان يكون موجودا فيه. النقطة الثانية انه كل الاطراف العالمية تضامنت معهم بشكل غير عادي لعدة اسباب. السبب الاول من وجهة نظري انه اولا ما حدث من بدايات الهجرة واقامة الدولة ريح العالم من عبء وجود هؤلاء داخل مجتمعاتهم، لأنه طبيعة المجتمعات البشرية، أي مجتمع بشري طبيعي يرفض أن تكون هناك فئة داخله تطلب التمييز ليها دون غيرها. فبالتالي هذه الفئة بتكون ملفوظة. ففكرة وجود وطن قومي لليهود أراح العالم منهم. هذه واحدة. من ناحية أخرى وجودهم في كل أنحاء العالم، وده بداية من أواخر القرن ال18، بدايات القرن ال19 آسف، وبداية القرن ال20 بدأوا يعملوا جماعات موجودة في كل أنحاء العالم، وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها كان مجتمع متشابه جدا مع المجتمع الصهيوني. ده يعني مجتمع هجرة. هو فعلا هجرة. في يعني ربما ده يفسر لنا كمان التشابه أو الترابط ما بين أمريكا وإسرائيل، في ان المجتمع فسيفسائي من كل اطياف العالم، يعني في تباين شديد في الحضارات والثقافات واللغات والكلام ده كله. طيب لو حبينا نسقط الكلام اللي احنا قلناه مع حضرتك، الكلام اللي سيادتك قلته على القضية الفلسطينية والحلول المطروحة، خلينا في الموقف الأخير أو في الفترة الأخيرة اللي هي العالم العربي متفق عليها، وكان في مبادرات عربية، وكان طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان أطلق مبادرة قريبا في هذا الشأن بالقضية الفلسطينية، وفي مساعي مصرية ليها، والتباطؤ الإسرائيلي. وهنا مسألة التفاوض دي ما بين الجانبين كاستراتيجية مستقبلية عشان نعرف ايه اللي جاي. يعني طيب لو اسقطنا التفكير ده والاصول التاريخية دي على الواقع الارض دلوقتي، هنقول ايه؟ بص حضرتك، عشان يعني نقول الواقع النهارده هرجع ورا بس فترة زمنية قصيرة واقولها بشكل موجز جدا. القضية الفلسطينية احتلال
تشريد شعب. تكونت حركة مقاومة مع الخمسينات والستينات بقيادة ياسر عرفات، وتم إنشاء في عصر رئيس الراحل جمال عبد الناصر منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وأساسي نعم. للشعب الفلسطيني. وكل قياداتها كانت في مصر. تمام. هذه المنظمة بكل تفريعاتها انضم تحت لوائها كل فصائل المقاومة الفلسطينية. إسرائيل وجدت أنه هذا الشكل مع عمليات المقاومة اللي كانت بتتم بالفعل سواء من الأراضي المصرية أو السورية أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر مزعج ليها. فبدأت مع هذا الأمر تطلع حركة حماس من بداية الثمانينات ومنتصف الثمانينات، وبدأت تغذي من رحم المقاومة الفلسطينية. فلما بدأت تغذي في حماس اعتقادا منها ان هي لما تضرب الطرفين ببعض ان يبقى في طرف فلسطيني، ما هو هنا بقى الاستراتيجيه العبقريه اللي نجحوا فيها، ان اذا كان هناك مظله واحده تحت لوائها كل شعب فصائل المقاومه الفلسطينيه وكل متوحد تحت كلمه واحده، منظمه التحرير الفلسطينيه، رئيس ياسر عرفات رئيس المنظمه، والمجلس بتاع المنظمه هو اللي بياخد القرارات. طيب مش عارفين نتصرف مع دوت، طب ما ناخد جزء من هذا ونبدا نشتغل عليه. ودوت يبان لك في حتى مع السلوك الاسرائيلي الاستراتيجي مع الدول العربيه، وهنيجي له بعدين. يعني ما هي دي ازاي بتستغل الصراعات العربيه وبتؤججها، وللاسف الشعوب العربيه وبعض القيادات العربيه بتنساق. ما انا اقول لحضرتك بتنساق وراء اللي بيحدث. هو مجرد انه يجد عند فصيل من الفصائل او دوله من الدول له اهداف تخرج عن سياق الاجنده الوطنيه الموحده. الاجنده الوطنيه الفلسطينيه الموحده هي انشاء دوله فلسطينيه مستقله عاصمتها القدس الشريف، طرفيها الضفه الغربيه وقطاع غزه، والعوده الى حدود 4 يونيو 67. لما لقى طرف اخر بدا يبقى ليه اهداف اخرى زي اللي هي حركه حماس، بدا يغذي هذه الحركه. لما فقد سيطره على حماس رجع تاني لمنظمه التحرير ووافق على مدريد، مؤتمر مدريد، وبدأ يشتغل مع ياسر عرفات على إنشاء السلطة الفلسطينية. مع أن المرحوم الزعيم الراحل أنور السادات لما عمل مبادرته كان الاتفاق على منح الفلسطينيين بالمفاوضات حكم ذاتي في الضفة وغزة، وبعد 5 سنوات يبقى فيه دولة. ده كله اترفض. ليه؟ لأن هناك العديد من الأطراف العربية اللي بدأت تخرج عن السياق القومي العربي اللي هو تحقيق الصالح العربي، وبقى ليها صالح يتبع أجندة خاصة، أهداف خاصة. فإسرائيل بارعة في أن تجيد قراءة تفكير كل دولة عربية، وهل ليها الأجندة بتاعتها أجندة تبع العالم العربي ككل المصلحة العربية، أم من الممكن سحبها في قناة خاصة تحقق لها صالح خاص فتضرب هذا التضامن العربي او الوحده العربيه. عملت ده مع الفلسطينيين، عملت ده مع العرب. عن طريق ان هي دخلت زي ما خدت حماس، ودوت يوضح لينا اللي حصل في الفتره الاخيره من 2006 حتى اليوم. الاستراتيجيه دي ان هو لما اشتغل مع حماس فشل مع حماس، رجع للفلسطينيين، اللي عمل السلطه الفلسطينيه. طيب هتعمل دولة مع الترتيب دوت، بوادر الانقسام في العالم العربي بدأت تظهر. طبعا طيب. بيؤججها وبتدخل فيها الجزئية الخاصة بالقوى الكبرى اللي ليها كمان مصالح في القصة اللي بتخدم. يعني خلينا ناخد دي في منطقة تانية، بس خلينا الأول أكمل لك الصورة دي تمشي ازاي. لما بدأ العالم بوادر المشاكل العربية والتفتيت، فالقيادة الإسرائيلية نفسها أمام وضع لو هي ما استغلتهوش استغلال حسن هتضيع فرصة ذهبية. إيه هو الاستغلال الحسن؟ إذا كان المحيط العربي مهترئ إلى هذه الدرجة، والمشاكل العربية المشاكل تضرب دول الجوار ودول الحوض المحيط بإسرائيل. طيب يبقى دي بالتأكيد فرصة ذهبية لإسرائيل تبتلع مزيد من الأراضي، تهود القدس. طب الاستراتيجية دي يا دكتور منصور ايه المعلن فيها اللي بتعلنه إسرائيل، ومن ناحية تانية اللي يهمنا ايه هو الخفي عشان نعرف كمان يعني القادم. انا دايما ببص شوية للمستقبل، يعني بحاول ان انا اقرأ
التاريخ واحلل الواقع علشان اتوقع المستقبل. يعني المعلن والخفي في الاستراتيجيه الاسرائيليه. هو المعلن ان اسرائيل دوله تسعى للسلام، لكن على اساس الامن مقابل السلام وليس الارض مقابل السلام. أي. يعني انا مش هنسحب لك من اراضي 4 يونيو 67 زي ما انت عايز عشان اعمل معاك معاهده سلام. تمام. المبدا دوت انساه. نعم. المبدا الثاني اتحط مكانه الامن مقابل السلام زائد تبادل اراضي وتبادل سكان. هذا معلن وبشكل واضح جدا، واسرائيل بتعبر عنه في كل المناسبات. الخفي انه اذا كان العالم العربي بهذه الصوره، واذا كان الاخوه الفلسطينيين بهذا الانقسام، لماذا اجلس على مائده مفاوضات واصل الى اتفاق مع الفلسطينيين رغم ان عندي فرصه ذهبيه ازيد من تهويد القدس، اغير معالم القدس الشرقيه اللي هي اساسها عربي اسلامي مسيحي، ويصبح الى حد ما ثلاثي عربي اسلامي مسيحي يهودي. تمام. فبالتالي ما هو قابع في الذهن البشري العربي والعالم كله من صورة القدس النمطية الطبيعية ان هي عربية مسيحية اسلامية، لا، نرسخ في العالم مبدأ ان هي ايضا يهودية. وعشان كده من حوالي 7-8 سنين راح عامل في معبد، انت عارف قبة الصخرة اللي القبة بتاعته الذهبية، ودي يمكن اي صورة جوية بتجيبها بشكل واضح جدا. تمام. على بعد منها مش بعيد قوي راح عامل قبة رمادية لمعبد يهودي. بحيث ان النظر عندما تلتقط الصورة يبقى عندك قبة الذهبية وعندك قبة اليهودية. مع الوقت يبقى يحصل تداخل. يحصل الخفي بقى ان هو بيلعب على عامل الوقت، وانه مدرك انه كلما مر الوقت واستطاع هو ترسيخ مجموعة من المفاهيم والمبادئ في تهويد القدس، في الأسماء، في زي ما حضرتك في التقرير كنتوا بتتكلموا عن المناهج الفلسطينية والمناهج التعليمية، تغيير المعالم. طيب الاستراتيجية دي يا دكتور منصور داخل فيها جزئية اختلاف التعامل مع العرب من انهم شعوب رافضة لإسرائيل راغبة في القضاء عليها إلى شعوب يعني أصبحت يعني بتقبل الوجود الإسرائيلي رغما عنها بالطبع، لكن بتقبل الوجود الإسرائيلي في علاقات دبلوماسية، في علاقات خفية، علاقات تجارية، وإني خلاص يعني أصبح أمر واقع ولغة المصالح هي اللي بتتعامل. وبالتالي دخلنا في استراتيجية إسرائيلية جديدة، الاستراتيجية القائمة على تغيير الجغرافيا والتركيبة السكانية الديموغرافية، وكمان التركيبة السكانية جوه إسرائيل إن هي تبقى تركيبة دينية اليهود وفقط، والتقسيم القائم. يبقى احنا هنا أمام مخطط استراتيجي أكيد هيكون له تأثير وتأثير مباشر علينا. حضرتك اتكلمت في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية تتعلق بتغير الصورة الذهنية لدى العرب عن إسرائيل. إنه لما بنتكلم في الأربعينات والخمسينات والستينات كنا بنتكلم على عالم عربي عالم عربي له صورة واحدة. نعم. أن إسرائيل عدو وأنه هناك حقوق فلسطينية يجب إعادتها. الصورة دي تغيرت. الصورة دي تغيرت تماما. نعم. لأن زي ما قلت لحضرتك هو بيجيد قراءة العقل العربي وكيف يفكر. من إجابته لهذه أو قراءته الجيدة لهذا قدر ان هو يضرب زي ما بيقولوا بالبلدي اسفين بين العديد من العناصر العربيه. يعني لما ينقل لك دلوقتي الخلاف الشرق اوسطي انه يعملوها خلاف ديني، انه شيعة وسنه مذهبي. هو مش هو لا شيعة ولا سنه، مفيش عندي خلاف شيعي سني، مفيش حرب لا وحتى لا شيعيه ولا سنيه. حتى في السنه يعني دخل داعش وتنظيمات إرهابية. وعلى فكرة قبل ما أنسى أنه في السنة اللي مسكها الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي عمق من هذا المفهوم داخل مصر أيضا. نعم. الحادثة اللي حصلت في الهرم أنه تم ذبح بعض القيادات الشيعية. فبالتالي هو نجح في هذا. من ناحية أخرى
قدر ان هو يوجد نوع من تضارب المصالح بين الدول العربيه. نعم. بمعنى نعم. اذا كان في دوله عربيه لها صالح مع دوله عربيه مجاوره، يعني انا اعتقد ان احنا بقالنا عقود بنتكلم عن السوق العربيه المشتركه والقوى العربيه المشتركه، وكل طيب هذا لم يحدث. خلينا نكمل كلام مع حضرتك، بس يعني باي حال من الاحوال ما ينفعش يبقى على التليفون الاستاذ الدكتور ابراهيم البحراوي، لازم اسكت ده احنا كلنا لازم نسكت. مساء الخير يا دكتور ابراهيم. مساء الخير يا حسن باشا، ازيك يا حبيبي؟ يا حبيب قلبي، منور الدنيا يا دكتور ابراهيم، ويعني وربنا يديك الصحه يا رب، ويعني يخليك لكل المدرسه بتاعتك وتلاميذك، ويعني مفتقدينك والله يا دكتور ابراهيم. واحد منهم شكرا لدعواتك. الله يخليك. والدكتور منصور بيقول لك واحد من تلاميذك قاعد اهو يا دكتور. يا حبيبي يا منصور، من احسن اساتذه مش تلاميذ. حبيبنا دكتور ابراهيم، الحقيقه يعني مساله التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي مش هنلاقي افضل من حضرتك علشان يسقط لنا هذا التفكير على لب الصراع العربي الاسرائيلي والقضيه الفلسطينيه، وتطور التطور الاخير اللي حدث في توجيه الصراع العربي الاسرائيلي في القضيه الفلسطينيه خصوصا، واستعمال كل الاوراق لاتجاه القضيه دي وحل الدوله ولا حل الدولتين. الخلاصه ايه يا دكتور في كل ما يدور حولنا في هذا الامر؟ شوف، الخلاصه متحدده بموقف اليمين الاسرائيلي الذي يحكم اسرائيل. اليمين الاسرائيلي لم يحكم بذاته، ولكن حكم بتفويض من الجماهير. نعم. وبالتالي علينا ان ننظر الى ما يطرحه اليمين الاسرائيلي من حلول على انه تعبير عن غالبيه الاسرائيليين بالفعل. نعم. الذي يطرحه هو بالدهاء الذي يستخدمه نتنياهو هو الحديث العام عن السلام، الترحيب بالمبادرات، وفي ذات الوقت المراوغه والتملص من حل الدولتين. نتنياهو هو ربيب مدرسه ليكود، وهذا الحزب هو صاحب نظريه انه بين النهر والبحر لا مكان الا لدوله واحده هي دوله اسرائيل. اقصى ما قدموه لنا ايام كامب ديفيد الاولى مع الرئيس السادات هو فكره الحكم الذاتي الفلسطيني، وكانوا بيسموه الحكم للسكان وليس للارض. يعني من وجهه نظرهم الارض تبعهم، لكن هؤلاء السكان الفلسطينيين موجودين على الارض يديروا شؤونهم البلديه والقرويه والمدنيه الى اخره بانفسهم. لا مشكله، الارض يهوديه او الارض اسرائيليه. بالضبط. نعم، بالضبط. حيث المفهوم زي ما بقول لك كده، انه بين النهر والبحر لا مكان لا الا مكان. لدوله الا لدوله واحده هي نعم. اسرائيل. نعم. من الناحيه الايديولوجيه الاخرى هم معتبرين ان ارض الضفه الغربيه جزء مما يسمونه ارض اسرائيل التاريخيه، وده كلام انا اتكلمت فيه معاك قبل كده وضحضناه كثيرا. ايوه. لكن احنا بنصف بس هم بينظروا ازاي. نعم. فهم متصورين ان هذه الارض ارض اسرائيل التاريخيه، وانه التنازل عنها يعتبر تفريطا. وسبق قبل ذلك في سنه 95 انه عندما قام الجنرال اسحاق رابين رغم بطولاته العظيمه بالنسبه لهم في حرب 67، الا انه لما تولى رئاسه الوزراء وقام بتوقيع اتفاقيه اوسلو مع عرفات وسلم عرفات جزء من ارض الضفه الغربيه اتقتل. اتقتل. الاخطر من انه اتقتل انك تشوف مين اللي حرض على قتله. المتشددين اللي حرض على قتله تحديدا هو بنيامين نتنياهو. نعم. ما فيش حاخام ولا حاجه. بنيامين نتنياهو في الدرجه الاولى رئيس وزراء اسرائيل الحالي. نعم. قاد حمله التحريض المباشره على رابين، وقال للجماهير في خطاب انا سمعته شخصيا، انا عجزت عن وقف هذا الرجل بالطرق السياسيه، بما معناه اتصرفوا انتم بطريقتكم. بعدها بقى ظهرت فتاوى الحاخامات اللي انت بتقول عليها والكلام ده كله ده حدث بإلهام من قيادة ليكود التي ترى أن أرض الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل والتي لا يجب التنازل عنها. في الإطار ده يا دكتور إبراهيم، يعني إحنا رايحين لفين؟ رايحين إلى دائرة مفرغة من الكلام الفارغ من جانب نتنياهو. أهلا بالسلام، أهلا بالمبادرات، أهلا مش هتقعد تسمع كلام كتير كده، لأنه هو تعلم الدهاء شوية. ايوه. اتعلم انه مفيش داعي انه يتصادم مع القوى الكبرى،
اتعلم انه مفيش داعي يتصادم مع دوله كبيره زي مصر. يعني لغه السياسه يا دكتور ابراهيم، لغه الدهاء، يعني انا مسميها بالتعبير الصحيح لغه الدهاء. نعم، الدهاء، دهاء انه بدل ما اقول لك لا، فانا هقول لك اهلا وسهلا ومرحبا ومبادرتك جميله قوي وحاجه حلوه على راسنا ويلا وماشيين في الاتجاه ده، لكن اللي هيتنفذ ايه ده امر اخر. بالظبط، هو ده اللي انت شايفه. نعم. وانا بقترح على الشباب زي الدكتور منصور والدكتوره منال، وانا اولا لازم ارحب بالدكتوره منال لانها بنتنا العزيزه، وببارك لك انها مسكت معاك البرنامج. طبعا بعد ما اخوها الاكبر الدكتور احمد فؤاد عمل طبعا عمل اضافه الدكتور احمد، والدكتوره منال بتكمل اكيد. وهي اجيال متعاقبه محترمه. نعم. احنا بنسلمها الرايه اكيد. فانا الان امامك انت الشاهد التاريخي، بسلمهم الرايه، بقول لهم ارجوكم ركزوا على فكره الدهاء الذي يستخدمها نتنياهو. نعم. ما تصدقوش الكلام اللي بيقوله، دايما شوف ورا الكلام ايه نوع السلوك. يعني الحقيقه دي يعني اشاره ونصيحه مهمه جدا من استاذ وعالم كبير بحجم سيادتك استاذ الدكتور ابراهيم البحراوي، استاذ الادب العبري في جامعه عين شمس. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم على هذه المداخله، وان شاء الله يعني وقت سيادتك يسمح ان تكون معانا على الهواء قريبا. اعتقد قال كلام مهم جدا دكتور. طبعا متفق تماما في كل ما ورد على لسان الاستاذ الدكتور ابراهيم البحراوي، لانه النهج الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اول ما جه في سنه 96 بعد مقتل اسحاق رابين اصدر الثلاث لاءات: لا لعوده اللاجئين، لا لاقامه دوله فلسطينيه، لا ان تكون القدس عاصمه لهذه الدوله. يومها حصل نوع من شبه الصدام بينه وبين الولايات المتحده الامريكيه والعمليه، لكنه فعلا اتعلم كويس قوي انه رحب كل ما يطرح من افق جديد ان احنا نبدا في عمليه السلام. يقول انا موافق بس بشرط نبدا عمليه المفاوضات من الصفر، وانه بيدعو الفلسطينيين للجلوس معه على عمليه المفاوضات. هو بيضمن اكتر من حاجه بهذه الطريقه. اولا مفيش صدام بيحصل بينه وبين القوى الدوليه زي ما قال سيدنا الدكتور ابراهيم البحراوي. من ناحيه اخرى هو مدرك جيدا ان الجانب الفلسطيني ليس هناك علم واحد هيجلس تحت منه. يعني بيتكلم مع فتح ولا بيتكلم مع حماس منظمه التحرير بنفس القوه بتاعت ايام عرفات؟ طبعا لا. فبالتالي هو يضمن انه عامل الوقت في صالحه، وانه طوال هذه الفتره هو ما قالش لا، لكن في نفس الوقت لم يستجب باي حال من الاحوال لاتخاذ خطوات فعليه لتحقيق السلام. وفي عامل الوقت هيقدر ان هو يهود مزيد من الاراضي في القدس، مناطق استراتيجيه، يحتل ويضم مزيد من الاراضي في الضفه الغربيه، ويجعل الضفه الغربيه عباره عن كانتونات منعزله من يتولاها بعد ذلك لن تكون في صوره دوله، لا تكون في صوره مجرد بشر عايشين، حد بيتولى التعليم والنظافه والمجاري وما الى ذلك. هو بيشتغل على مصلحته القوميه. تمام. في المقام الاول. طيب انا هكمل مع حضرتك، بس الحقيقه احنا يعني عندنا انفراد النهارده. التقرير اللي جاي هنشوف من خلاله توصيات رئيس الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه السابق ورئيس معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي لاستراتيجيه اسرائيل 2020، وهيحلل الراجل هيحلل الحقيقه في التقرير اللي هنشوفه. سيادتك برضو بدعو حضرتك ان يعني احنا بقى نعلق على هذا التحليل بعد ما نرجع. هنشوف ازاي هذا الرجل بيحلل المصلحه الاسرائيليه، المصلحه القوميه الاسرائيليه من وجهه نظره، وبيدي من خلال هذا التحليل على مستويات السياسه، الدفاع، الاقتصاد، بيدي توصيات لمتخذ القرار في اسرائيل، توصيات يشتغل ازاي ويعمل ايه في استراتيجيه اسرائيل 2020. طبعا دكتور ابراهيم البحراوي شغال على استراتيجيه اسرائيل 2027، لكن اسرائيل كمان شغاله على استراتيجيات ابعد بعيده المدى عن كده بكتير. فاحنا نشوف معاكم بس النهارده في خلال التقرير اللي جاي ده رئيس الاستخبارات الاسرائيليه السابق بيتكلم عن استراتيجيه عباره عن 4 سنوات. نشوف التقرير وارجعوا لنا مره ثانيه. قدم عموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس معهد دراسات الأمن القومي
عدة توصيات لدعم السياسة الإسرائيلية حتى عام 2020. ففي الشأن السوري أوصى بالعمل على إزاحة حكم الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرا ذلك من مصلحة إسرائيل المباشرة، وشدد على ضرورة دعم ما من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف نظام الأسد بحيث لا يكون عاملا مسيطرا ومقررا في سوريا، وأكد على أهمية التعاون مع حلفاء إسرائيل المعنيين بتغيير نظام الأسد مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دولا أوروبية، تركيا، والمملكة العربية السعودية. كما أوصى بالاستعداد عسكريا في حال تفكك سوريا واستمرار المواجهات فيها على المدى الطويل. وفي الشأن الفلسطيني حدد يدلن 4 مسارات متوازية على أن يتم تجنيد الدعم الدولي اللازم، وأن تبدي إسرائيل مواقف معتدلة تجاه حل الدولتين. هذه المسارات هي: إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين سعيا إلى التوصل إلى حل دائم، التوصل إلى تسوية إقليمية بالتعاون مع الدول العربية، إجراء سلسلة من التسويات المرحلية، رسم حدود الدولة المستقبلية. كما أوصى بضرورة تأهب الجيش الإسرائيلي لمواجهة أخرى في غزة، ولمواجهة الحملات ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية وما أسماه الحرب القانونية وصراع العقول والآراء على شبكات التواصل الاجتماعي، ولوقف دعوات مقاطعة إسرائيل ودعوات سحب الاستثمارات منها، ولتجنب فرض العقوبات على إسرائيل على غرار ما جاء في تقرير غولدستون الذي أثبت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أثناء عدوانها على غزة. أوصى يدلن بتفعيل القوة الناعمة والتي لا يقل تأثيرها وأهميتها في القرن 21 عن تأثير وأهمية القوة العسكرية في الميدان على حد تعبيره. كما أوصى بتحسين علاقات إسرائيل مع حلفائها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وحدد خطوات لتحسين الأجواء مع الدول الغربية، أهمها تجميد بناء المستوطنات. طبعا الكلام اللي جه في هذا التقرير كلام استراتيجي من المقام الأول، وبيدينا ازاي إسرائيل بتفكر على مدى 4 سنوات. لكن طبعا بالمناسبة الدكتور إبراهيم البحراوي طبعا، وأيضا ضيفنا النهاردة الأستاذ الدكتور منصور عبد الوهاب، كانوا مشتركين في استراتيجية إسرائيل 2028 اللي هي كانت في مركز الدراسات الإسرائيلية في جامعة الزقازيق. يعني إذن من 2020 ل 2028 أو ما بعد ذلك دكتور منصور، واللي تابعناه في تقرير توصيات رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، لم تختلف كثيرا. أنا عايز تعليقك على ما جاء في توصيات هذا الرجل. يعني هي توصيات لا تخرج عن الخط اللي كنا بنتكلم فيه منذ قليل، انه تعميق حرص شديد على تعميق العلاقات الإسرائيلية مع كل المحاور الدولية، يعني سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المحاور المسيطرة والفاعلة في الشرق الأوسط، سواء تركيا أو غيرها، مصر، المملكة العربية السعودية يعني يعني دي قوة كبرى في منطقة الشرق الأوسط. تمام. ودوت إسرائيل بدأ فيه من فترة طويلة يعني. طب بس قبل ما حضرتك تكمل، التوصيات بدأت بأن الراجل بيقول أنه عايز يقضي على نظام بشار الأسد في سوريا. بص حضرتك، هو وجهة نظر الإسرائيلية تجاه سوريا، وإسرائيل يعني بتعمل على هذا وشغالة على دوت مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن لا تصبح سوريا هي سوريا التاريخية اللي احنا نعرفها. وبنيامين نتنياهو في زيارته الأخيرة لواشنطن في يناير الماضي طلب رسميا من باراك أوباما أن يضم الجولان إلى إسرائيل، ومنذ شهر تقريبا أو شهر وشوية أعلن ضم الجولان لإسرائيل وعقد أول جلسة للحكومة. إذن هو حكاية بشار يبقى موجود أو مش موجود، هو بالنسبة له طب ما هو عيلة الأسد موجودة بقى لها 45 سنة،
لم تطلق رصاصة واحدة على الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال، لا في الجولان ولا في غيرها. فبالتالي أنا من وجهة نظري إن وجود بشار، بالعكس ده وجود بشار مصلحة كبيرة لإسرائيل. بشار قبل هذا التفتت واللي بيحصل في سوريا لم يطلق رصاصة على إسرائيل ولم يقاوم، فما بالك وسايب الجولان، وسايب الجولان تماما، فما بالك إذا كان بشار يبقى موجود وسوريا متدمرة بالشكل دوت. فبالتالي أنا شايف من وجهة نظري وجود بشار ده كنز استراتيجي بالنسبة لإسرائيل. تقسيم سوريا، إسرائيل مستفيد أول، وتعمل على هذا مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تضمن في هذه الحالة أن تأخذ الجولان. وهنا عملت إسرائيل إيه؟ طلعت بعض مراكز الأبحاث، طلعوا بعض الدراسات السريعة أنه أهالي الدروز الجولان يطالبون بالانضمام إلى إسرائيل على غير الحقيقة على أرض الواقع. فبالتالي أنت مع طرف بيتعامل بذكاء شديد على المستوى الدولي، هو شغال على ضم الجولان. على المستوى الفعلي هو بيتخذ خطوات زي ما قال ضم القدس في 82 لو فاكر، ولغايه دلوقتي لم تحل هذه المشكله. وهو دايما بيعمل زي ما بن غوريون قال لما قالوا له انت بتحتل سيناء والجولان قال لهم لن يمر 20 عاما الا وسيعترف العالم بنا في كل قطعه ارض اخذناها. نعم. فبالتالي هو بيشتغل على ديت. الحاجه الثانيه هو بيشتغل على اساس انه عندما يجلس على مائده المفاوضات يكون هناك امر واقع يفرض نفسه على المفاوضات. طيب اسمح لي هروح مع حضرتك برضو في تحليل الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية كما جاءت في التقرير على لسان عموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق فيما يخص الشأن الفلسطيني. حدد 4 مسارات متوازية هقولها أو هفكر الناس سريعا بها: إجراء مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين سعيا للتوصل لحل دائم، تسوية إقليمية بالتعاون مع الدول العربية، إجراء سلسلة من التسويات المرحلية. لكن عايز أتوقف مع حضرتك هنا على التوصية الخاصة بضرورة تأهب الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة أخرى محتملة في غزة. وهنا هنرجع ل 2014 آخر المواجهات الإسرائيلية في غزة يعني تابعناها مع كل السادة المشاهدين، وإن إسرائيل بتتأهب حرب قادمة في غزة. بص حضرتك، يعني النقطة اللي حضرتك قلتها لازم ما اقدرش افوتها، وهو مفاوضات مباشرة. معنى ذلك هو ما جابش لا سيرة الدولة الراعية الأولى بالنسبة له الولايات المتحدة الأمريكية، ما اتكلمش عن أي مبادرة تطرح على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. هو يريد الانفراد بالفلسطينيين حتى لا يكون لهم ظهير قوي موجود يساندهم في مطالبهم. فالانفراد وأنه يستفرد بيهم هنا بيحقق غايته، فأنه يعطيهم ما يريد وما يشاء وليس حقوقهم التي يجب أن يأخذوها. فبالتالي ده نهج بنيامين نتنياهو، أنه لما تطلع المبادرة الفرنسية هو رافضها. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعوته بالحوار لغايه دلوقتي هو ما عملش حاجه. يعني استقبل وزير الخارجيه المصري ودارت حوارات، لكن ايه اللي هيتم لسه لغايه دلوقتي مش معروف، مش باين لسه. ومطلبه الاساسي هو دعوه ابو مازن للجلوس على مائده المفاوضات دون قيد او شرط، اللي هي دي اللي مقصود بها المفاوضات المباشره. المفاوضات المباشره وعدم الاستناد الى الشرعيه الدوليه، قرارات الشرعيه الدوليه مجلس الامن او ما تم التواصل عليه في اوسلو او ما الى ذلك. احنا هنقعد نتكلم مفيش حاجه مرجعيه لينا. طبعا هو كده اذا كنا بنتكلم الاول وكان في جزء من المرجعيات وما كناش بنوصل لحاجه، فما بالك لو قعد مع ابو مازن هو اساسا. طب ازاي هو رابط الكلام ده بمواجهه حملات ضد اسرائيل امام المحاكم الدوليه اللي اسماها طبقا للترجمه الحرفيه لكلامه الحرب القانونيه وحرب شبكات التواصل الاجتماعي ودعوات مقاطعه اسرائيل وتقرير جولدستون واللي اثبت ارتكاب اسرائيل جرائم حرب اثناء عدوانها على غزه؟ يعني ازاي هو عايز يعمل كده وفي نفس الوقت يعني عايز يقلل الضغط على اسرائيل نتيجه جرائم؟ وهنا بقى الدهاء اللي اتكلم عليه الاستاذ الدكتور ابراهيم بحراوي. ماشي، هو من ناحيه يقول للعالم كله انه ينوي السلام ويعمل من اجل السلام ويطلب من الفلسطينيين العوده الى مائده المفاوضات دون قيد او شرط. ومن ناحيه اخرى هو معترف بينه وبينك وبينه وبين نفسه انه يرتكب جميع الانتهاكات اللي ممكن ترتكب في الدنيا ضد الفلسطينيين ومش عايز يتحاسب عليها. تمام. ولا يريد الحساب عليها. ثانيا
انه هذه الانتهاكات هناك من يرصدها وهناك من ينشرها وهناك من بيحاول تقديمها لبعض المحاكم الأهلية في أوروبا أو بصورة أخرى المقاطعات المختلفة اقتصاديا وعلميا لإسرائيل. فيريد أولا أن هو يخفف من هذه الحملات في أنه أولا يثبت للعالم، وده اللي بيحاول يثبته حتى لجنوده، أنه جيش أخلاقي، أي أنه لا يمارس انتهاكات لكنه يدافع عن نفسه. هذه النقطة مهمة جدا لأنه ناجح فيها إلى حد كبير سواء داخليا أو خارجيا. ولاحظ أنه من يتحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية هو المجتمع المدني وليس الحكومات، ودي أمر خطير جدا طبعا. يعني النخبة العلمية في بريطانيا تعمل مقاطعة للأساتذة الإسرائيليين الذين يعملون في الضفة، أو حملات مقاطعة للمنتجات التي تخرج من الضفة الغربية وليس لإسرائيل كلها. ورغم ذلك هذا مزعج لإسرائيل. قرارات ملاحقة والقاء القبض على سيبي ليفني او اي قائد اسرائيلي شارك في عمليات اباده جماعيه في حرب غزه الماضيه، الجرائم الدوليه ماشي. وما الى ذلك، هو يريد بيلعب على الطرفين. أيوه. اولا بيقنع العالم انه يدافع عن نفسه، واعتقد انه الاخوه الفلسطينيين ونحن العرب من يقدم لاسرائيل الذرائع لتقوم بهذا. بمعنى انه اسرائيل رغم ان هي بتنتهك ورغم ان هي محتله ورغم ان هي بتعمل كل شيء يتعارض مع حقوق الانسان والمواثيق الدوليه، الا انها بتستطيع ان تقنع العالم بالعكس. وده نفس، خد بالك، نفس نهج الاخوان لما كانوا في مصر والفتره طويله، فتره حكم الرئيس عدلي منصور. أيوه. ان على المستوى العالمي قدروا يقنعوا، دي هنا لعبه الميديا، ان الاخوان اجروا قنوات وصحف لغايه النهارده بتتحدث بلسانهم وتطرح وجهة نظرهم بتروج لأفكارهم. فبالتالي هو نفس النهج، يعني الإخوان استفادوا من الفكر الصهيوني. مفيش فرق كبير لربط السياسة بالدين، اللعبة اللي إسرائيل قامت عليها، ونفس الفكرة دي اللي أيضا هضيف بس حاجة قبل ما ننهي عشان عارف وقت البرنامج خلص. أيوة. إنه العالم العربي لديه إمكانيات سواء من ناحية الأفراد العلميين أو من يتبعون المنهج العلمي. نعم. لديه الإمكانيات المادية، لكن لديه الإمكانيات الإعلامية. نعم. لكي ينجح في مواجهة إسرائيل، لكن ليس هناك إرادة سياسية عربية لعمل الصح لمواجهة إسرائيل. فبالتالي ما نزعلش إن إسرائيل بتحقق نجاحات على المستوى الدولي في هذه القضايا، ونحن كأصحاب قضية عادلة لا نستطيع إحراز أي نجاحات سوى القليل. نعم. أنا يعني بشكر حضرتك جدا على التوصية الأخيرة، إن إحنا محتاجين يكون هناك يعني رغبة سياسية وقرار سياسي عربي لمواجهة إسرائيل. اتشرفنا بوجود حضرتك النهارده الأستاذ الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الدراسات العبرية كلية الألسن جامعة عين شمس. شكرا جزيلا وتحياتنا لحضرتك. شكرا. بالنسبة لنا احنا بقى كمواطنين لازم ناخد بالنا من حاجة في الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية والمستقبلية، إن على الأقل هذه الأيام المواجهة مع إسرائيل ليست بالمدفع ولا بالدبابة ولا بالقوة العسكرية أو ما يعرف بالقوة الصلبة، لكن المواجهة مع إسرائيل، وإسرائيل بتوجه إلينا أسلحتها فيما يعرف بالقوة الناعمة. القوة الناعمة اللي بتتبعها إسرائيل وكل القوى الكبرى الآن أرخص وأكثر نفاذا، وربما وسائل التواصل الاجتماعي اللي احنا شايفينها، الغزو الثقافي والفكري وتغيير الأيديولوجيات اللي هي الأفكار، تغيير أيديولوجيات الوطن العربي وأفكاره اتجاه إسرائيل، ده الحرب الحقيقية والاستراتيجية الحقيقية اللي إسرائيل بتسعى إليها، وإن كانت بتطورها فيما يعرف بالقوة الذكية. القوة الذكية اللي إسرائيل بتحاول إن هي توصل ليها وهي المزج ما بين القوة الصلبة اللي هي العسكرية والاقتصادية والقوة الناعمة اللي هي الغزو الثقافي ووسائل التواصل الاجتماعي وتغيير العادات والتقاليد والأفكار والأيديولوجيات والتعليم والكلام كله اللي احنا شايفينه في الوطن العربي. مين اللي هيقف قدام هذا التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي؟ أنت أيها المواطن العربي. إلى اللقاء الأسبوع القادم، حلقة جديدة وخط أزرق.